تيشو كينغ، والد تشو يوان، يقف في قصره ويخاطب شعبه بحزن وحزم. الملك تشو كينغ بخطاب مليء بالحزن والقوة يقول: يا شعب مملكة تيشو، قبل سنوات طويلة، أصابت لعنة سوداء أرضنا، وجردتنا من قوتنا. لكننا يجب أن نحتفظ بالأمل. ابني، تشو يوان، هو الأمل، سيكسر هذه اللعنة ذات يوم، ويعيد لمملكتنا مجدها الضائع. يظهر تشو يوان كطفل صغير، عينيه ممتلئتان بالحزن والتساؤلات. رغم كونه من العائلة الملكية، يشعر بالضعف مقارنة بأقرانه، حيث لم يستطع استخدام الطاقة الروحية بسبب اللعنة. تيشو يوان يسأل والده بتعجب وحزن: لماذا لا أستطيع أن أشعر بالطاقة الروحية؟ لماذا أختلف عن بقية الأطفال؟ الملك تيشو كينغ يحاول تهدئته ويقول: يا بني، اللعنة قوية للغاية، لكنك تملك القوة اللازمة لكسرها. ستتعلم يوما ما كيف تتعامل مع هذا الألم، وعندما يحين الوقت ستكتشف قدرك الحقيقية. يظهر المعلم شيونغ، الرجل الحكيم ذو الشعر الأبيض، كمدرب خاص للطاقة الروحية، ويبدأ بتعليم تشو يوان كيفية التعامل مع قوته الروحية رغم تأثير اللعنة. المعلم شيونغ يشرح له بهدوء: الطاقة الروحية ليست مجرد قوة، إنها نوع من الحياة. لكي تتقنها، عليك أن تتحمل الألم وتفهم طبيعتها. شرط. بعد قرار تيشو يوان بخوض رحلته لفهم الطاقة الروحية وتحرير مملكته من اللعنة، يبدأ التدريب مع المعلم شيونغ في منطقة هادئة مليئة بالطبيعة، حيث يجد الجداول والأشجار التي تضفي هدوءا يساعده على التركيز. المعلم شيونغ يشرح له: الخطوة الأولى هي أن تهدأ وتستمع إلى نفسك. الطاقة الروحية ليست مجرد شيء يمكن تعلمه، عليك أن تشعر بها في الطبيعة من حولك. يجلس تشو يوان في وضعية تأمل محاولا استشعار الطاقة الروحية، لكنه يشعر بألم شديد يكاد يجعله يتوقف. كان الألم قويا لدرجة أنه فقد تركيزه وبدأ بالتنفس بصعوبة. تيشو يوان يحدث نفسه بألم ويأس: لماذا هذا الألم شديد؟ كلما حاولت التركيز، شعرت أن اللعنة تعيقني. المعلم شيون يرد بحزم: الألم جزء من رحلتك، وعليك أن تتعلم تحمله. القوة تتطلب تضحيات. مع كل محاولة، سيخف الألم قليلا، وستتمكن في النهاية من التغلب عليه. أثناء مقاومته للألم، تمر على بال تيشو يوان ذكريات قديمة، حيث يتذكر اليوم الذي عرف فيه لأول مرة عن اللعنة التي حلت على عائلته بسبب ملك شرير من مملكة أخرى كان يحسدهم على قوتهم وألقى عليهم اللعنة لإضعافهم. صوت والد تشو يوان في ذكرياته يقول له: تذكر، يا بني، اللعنة ليست النهاية. يوما ما ستستطيع أن تكسرها وتحقق مصيرك. بعد هذه الذكريات، يستعيد تشو يوان قوته وإصراره، ويقرر مواجهة الألم مجددا. تشو يوان يعبر عن تصميمه قائلا: لن أدع الألم يوقفني. هذه اللعنة ستكون دافعي لتحقيق ما هو أكبر. يلاحظ المعلم شيون قوة إرادة تشو يوان ويشيد بشجاعته وتحديه لنفسه. المعلم شيون يقول بابتسامة فخر: هذه البداية فقط يا تشو يوان. بشجاعتك هذه، ستتقدم إلى أبعد مما أتصور. شرط. بعد بداية تدريبه، يلتقي تشو يوان بشاب اسمه ليو تشينغ، الذي ينحدر من عائلة نبيلة في المملكة. يتميز ليو تشينغ بثقته العالية بنفسه وغروره بسبب قوته، ويشعر بتفوقه على تشو يوان. ليو تشينغ بسخرية: أحقا تظن أنك ستفعل شيئا وأنت ملعون؟ عائلتك الملكية هذه ضعيفة، كيف يمكنها أن تكون مصدر أمل للمملكة؟ تشو يوان يرد بنظرة مليئة بالتحدي: اللعنة ليست نقطة ضعفي. سأحولها إلى قوتي، وسأثبت للجميع ذلك. يتحدى ليو تشينغ:
تشو يوان في مواجهة، ليثبت له أنه أضعف مما يتخيل. ويشترط عليه أن يعترف بضعفه إذا خسر التحدي. رغم قلة خبرته، يقبل تشو يوان التحدي، ويقرر أن يستغل الفرصة لاختبار قوته وتقدير مدى تطوره. تشو يوان بثقة يقول: لن أتهرب من التحدي. سأواجهك وسأريك أنني قادر على إثبات النفس. يبدأ القتال، وليو تشينغ يسدد ضربات سريعة وقوية، محاولا الضغط على تشو يوان. في البداية، يجد تشو يوان صعوبة في مجاراته، خاصة وأنه لا يزال مبتدئا في فنون القتال. ليو تشينغ يستهزئ بمحاولات تشو يوان الفاشلة في رد هجماته. ليو تشينغ بسخرية أثناء هجومه: كما توقعت، أنت أضعف من أن تواجهني. تشو يوان يبتسم متحديا ويقول: المعركة لم تنتهي بعد. لا تستخف بي. يقرر تشو يوان التغيير في استراتيجيته ويبدأ بالاعتماد على المرونة والتفكير، بدلا من محاولة القوة المباشرة. فيحاول تفادي ضربات ليو تشينغ، أملاً في إرهاقه وخلق ثغرة في دفاعه. تشو يوان يحدث نفسه قائلاً: القوة ليست كل شيء. يمكنني استغلال مهاراتي والتحرك بذكاء، حتى أتمكن من الهجوم في اللحظة المناسبة. بعد سلسلة من المناورات، يجد تشو يوان فرصة للهجوم، ويستغلها بتوجيه ضربة مفاجئة وقوية لخصمه، مما يصيب ليو تشينغ ويجعله يفقد توازنه. يبدي المشاهدون إعجابهم بإرادة تشو يوان، ويشعرون بأن لديه إمكانيات خاصة رغم اللعنة. أحد المشاهدين يقول بإعجاب: هذا الفتى يملك إرادة عظيمة. رغم ضعفه، استطاع الصمود أمام خصم كاف ليو تشينغ. ينتهي القتال، ويغضب ليو تشينغ، ولكنه يعترف بقوة إرادة تشو يوان التي لم يتوقعها. يشعر تشو يوان بالفخر لتجربته هذه، ويعرف الآن أنه قادر على تحقيق المزيد. المعلم شيونغ ينظر إليه بإعجاب، ويقول له إن هذه المعركة كانت البداية فقط وأن أمامه تحديات أكبر. المعلم شيونغ بابتسامة يقول: أحسنت، يا تشو يوان. هذا كان مجرد اختبار بسيط، ولكنك أثبت أنك مستعد للتحديات القادمة. بعد عدة أيام، بينما يتجول تشو يوان في إحدى الغابات القريبة من القصر، يكتشف شيئًا غريبًا مخفيًا بين الأشجار. يكتشف جوهرة سحرية غريبة، ينبعث منها ضوء باهر، ويشعر بجاذبية قوية تجذبه نحوها. تشو يوان في دهشة يقول: ما هذه الجوهرة؟ أشعر بقوة عظيمة منها. عندما يلمس الجوهرة، يبدأ يسمع أصواتًا غامضة ويرى رؤى لمشاهد قديمة من العصور الماضية. تهمس الجوهرة له بأنها قادرة على مساعدته في كسر اللعنة. الجوهرة تخاطبه بصوت غامض: يا ابن الملك، أنت الذي تسعى لتحرير مملكتك، سوف أمنحك قوة جديدة. لكن عليك أن تثبت نفسك وتتحمل الألم. يشعر تشو يوان بطاقة هائلة تتدفق من الجوهرة إلى جسده، رغم الألم الذي يجتاحه. ورغم صعوبة التحمل، يقرر أنه مستعد لتحديات أكبر في سبيل تحقيق أهدافه. تشو يوان يقول بعزم: سأتحمل هذا الألم، وأستغل هذه القوة لتحرير مملكتي. شرط. أثناء استكشافه لقواه الجديدة، يصل إلى مملكة تشو شخص غامض يدعى وو شانغ، ويبدو أنه يحمل مشاعر عدائية تجاه تشو يوان وعائلته الملكية. وو شانغ يخاطب تشو يوان بمكر: سمعت أن ابن الملك ما زال يطمح في كسر اللعنة، لكنها مسألة أكبر من قدراتك، يا فتى. يدرك تشو يوان أن وو شانغ ليس شخصا عاديا، بل يحمل مهارات استثنائية وقوة طاقة روحية. يتبادلان كلمات التحدي والتصادم، حيث يؤكد تشو يوان أنه لن يسمح لأحد بإيقافه. تشو يوان يقول بصوت واثق: لن أسمح لأي شخص بأن يقف في طريقي مهما كانت قوته.
كجزء من اختبار قوته، يستعرض وو شانغ مهاراته عبر هجوم طاقي مفاجئ، لكن تشو يوان يستخدم بعض الطاقة التي منحته إياها الجوهرة ليتصدى للهجوم بصعوبة. وو شانغ يتفاجأ ويقول بسخرية: لم أكن أتوقع منك هذا. يبدو أنك أكثر من مجرد أمير ضعيف. شرطة. يبدأ تشو يوان بتكوين تحالفات جديدة، حيث ينضم إليه مجموعة من الأصدقاء الذين يدعمون هدفه، ويؤمنون بقدرته على تحقيق النصر. هؤلاء الأصدقاء يعززون ثقته، ويشكلون معه فريقا لمواجهة التحديات. أحد الأصدقاء يقول له بحماس: نحن معك، يا تشو يوان. سنساعدك في أي وقت تحتاج فيه الدعم. يستمر تشو يوان في التدريب مع المعلم شيونغ، الذي يعلمه كيفية التحكم في الطاقة الروحية على مستويات أعلى. هذه التدريبات تتطلب تضحيات كبيرة وجهودا مستمرة من تشو يوان. المعلم شيونغ يقول له بصوت صارم: التحكم في هذه المستويات من الطاقة ليس سهلا، ولكنه ضروري. إن أردت كسر اللعنة، عليك أن تتقنها بشكل كامل. بعد أسابيع من التدريب المكثف، يشعر تشو يوان بثقة أكبر ويصبح أكثر قدرة على التحكم بقوته، ويصبح مستعدا لمواجهة وو شانغ وأي تحديات أخرى تقف في طريقه نحو تحرير مملكته. بعد تدريباته المتواصلة وازدياد قوة تشو يوان، يقترح عليه المعلم شيونغ أن يبحث عن كنز روح قديم يقال إنه يمتلك طاقة قوية قادرة على تعزيز قواه وتزويده بقدرات إضافية لمواجهة اللعنة. يدرك تشو يوان أن هذا الكنز قد يكون مفتاحا لتحطيم قيود اللعنة وإثبات جدارته كأمير. المعلم شيونغ بتحذير واضح: الطريق صعب جدا، فهناك حراس أقوياء وطاقة مظلمة تحيط بهذا الكنز. لكن إذا استطعت تحمله والوصول إليه، فقد تجني منافع كبيرة. ينطلق تشو يوان في رحلته مع أصدقائه المخلصين، ويخوضون طريقا مليئا بالمخاطر في جبال وعرة. يظهر أصدقاؤه شجاعة وتضامنا، وهم مستعدون لمواجهة أي تحد بجانبه. على الرغم من الصعوبات، يشعر تشو يوان أن تجربته أصبحت جزءا من تشكيله كقائد. تشو يوان يقول بحماس لأصدقائه: لن نتراجع مهما كانت الصعوبات، نحن قريبون من تحقيق خطوة مهمة نحو هدفنا. أثناء اقترابهم من مكان الكنز، يظهر عدد من الوحوش الحارسة، والتي تمتاز بقوة كبيرة ومهارات قتالية. المعركة شديدة وتحتاج لكل القوة والتعاون بين تشو يوان وأصدقائه. أحد الوحوش يهدر بصوت مخيف: من تجرأ على دخول هذا المكان المحرم؟ تشو يوان يرد بثقة: نحن هنا لنتحدى هذا المصير، ولن نخشى شيئا بعد الآن. بفضل التعاون والإصرار، يتمكنون من هزيمة الوحوش الحارسة ويكملون طريقهم. يشعر تشو يوان بفرحة صغيرة ممزوجة بالحذر وهو يدرك أن هذه مجرد بداية لاختبارات أصعب تنتظرهم. شرطة. عند وصولهم إلى الكهف المخفي الذي يحتوي على الكنز، يواجهون حراسا روحانيين قدامى أقوياء، يتمتعون بقدرات روحية نادرة ويحمون الكنز بقوة كبيرة. يفاجأ تشو يوان وأصدقاؤه بقوة هؤلاء الحراس التي تتطلب استراتيجيات مختلفة للتغلب عليهم. أحد الحراس بصوت حازم يقول: هذه الأرض محفوظة للطاقة الروحية العظيمة، لن يسمح لأي دخيل بالاقتراب. يدرك تشو يوان أن القتال ضد الحراس الروحيين ليس مثل أي قتال آخر، هؤلاء الحراس يمتلكون مهارات فريدة، ويحتاج استخدام قوته الروحية المكتسبة من الجوهرة بدقة وحذر لمجاراتهم. تشو يوان يحدث نفسه قائلاً: علي استغلال قوتي المكتسبة بذكاء. هذا التحدي لن يكون سهلاً. بعد قتال طويل ومهارات مبتكرة وتنسيق بين تشو يوان وأصدقائه، يتمكنون من إضعاف الحراس الروحيين وتحقيق النصر. وأخيراً،
يصلون إلى الكنز الذي بداخله بلورة روحية قوية. تشو يوان يقول لأصدقائه: لقد اقتربنا من تحقيق شيء عظيم، هذا الكنز قد يكون هو ما نحتاجه. شرطة. عندما يلمس تشو يوان البلورة، يشعر بطاقة هائلة تتدفق نحو جسده، وكأن البلورة تستجيب له. تتدفق هذه الطاقة بقوة، مما يجعل جسده يرتجف تحت ثقلها، ويشعر وكأنها تحاول اختبار إرادته. شو يوان باندهاش يقول: هذه الطاقة قوية جدا، أشعر وكأنها تحاول استيعابي بالكامل. يدرك تشو يوان أن عليه تحمل الألم الناجم عن اندماج الطاقة معه، وأن هذه القوة يمكن أن تكون مفيدة له في كسر اللعنة. يقرر أن يتحمل الألم مهما كان صعبا، ويركز على هدفه الأكبر في تحرير مملكته. تشو يوان بإصرار: سأتحمل هذا الألم مهما كان الثمن، فهذه القوة هي ما أحتاجه لتحقيق حلمي. بعد اكتمال الاندماج، يشعر تشو يوان بقوة روحية هائلة داخل جسده، وكأن القيود التي كانت تقيده بدأت تتلاشى. يفهم أنه قد اجتاز مرحلة جديدة، وأن هذه القوة ستساعده في تحقيق أهدافه المستقبلية. تشو يوان يقول بثقة متجددة: الآن أصبح لدي القدرة على مواجهة كل التحديات القادمة. شرطة. بعد رحلة شاقة، يعود تشو يوان إلى مملكة تشو ومعه قوته الروحية المتجددة. يلاحظ الجميع تغيرا في شخصيته وثقته المتزايدة، ويشعر أفراد العائلة الملاكية والمواطنون بأن أميرهم أصبح أقوى. أحد المواطنين يهمس: هل رأيت كيف تغير الأمير؟ يبدو كقائد قوي الآن. يبدأ تشو يوان تدريبات مكثفة تحت إشراف المعلم شيونغ، حيث يعمل على إتقان التحكم في قوته الجديدة. التدريب يتضمن تحسين مهاراته القتالية ورفع مستوى طاقته الروحية بشكل يضمن استغلال كل قدرته. المعلم شيونغ يقول له بجدية: التحكم بهذه القوة الجديدة يتطلب التركيز والانضباط، لا يمكن أن تهدر أي جزء منها. يكرس تشو يوان نفسه للتدريب بشكل كامل، غير مبال بالتعب أو الآلام، مؤمنا بأن كل خطوة تقربه من كسر اللعنة وتحرير مملكته من القيود. ينمي مهاراته الروحية باستمرار ويطور أساليب قتالية جديدة. تشو يوان يقول لنفسه بحزم: لن أستسلم الآن. هذه القوة ستساعدني في إكمال ما بدأت به. مع عودة تشو يوان إلى مملكة تشو، تبدأ الأخبار حول قوته الجديدة في الانتشار بسرعة بين الناس. يلاحق الجميع حديثه، ويبدأ الشعب في الحديث عن إنجازاته في معركة الحراس. أصبح الأمير محل فخر واعتزاز للجميع، ومن ثم ظهرت شائعات حول قوته الروحية العظيمة. أحد المواطنين يقول بحماس: الأمير تشو يوان أصبح أقوى من أي وقت مضى. ربما يكون هو من سيحررنا من اللعنة. آخر يضيف: لقد خاض معارك شاقة ونجح في التغلب على حراس أقوياء. هذه هي القوة التي تحتاجها المملكة. يبدأ الملك تشو كينغ وكل أفراد العائلة المالكة في ملاحظة التغيير الكبير في تشو يوان. الملك فخور بابنه ويدرك الآن أنه ليس فقط الأمير الذي يورث العرش، بل أصبح قائدا حقيقيا قادرا على قيادة المملكة في معركة حاسمة ضد اللعنة. الملك تشو كينغ بابتسامة: ابني أصبح أكثر قوة مما توقعت، يبدو أنه سيصبح أعظم من أي أمير مر على المملكة. أحد القادة العسكريين: لقد أصبح الأمير هو الأمل الوحيد لنا، قوته الحالية غير عادية، وسنحتاج إلى كل هذه القوة لرفع اللعنة. بينما يتحدث الجميع عن تشو يوان وقوته، يدرك الأمير أن التحديات القادمة ستكون أصعب. الممالك المجاورة تراقب تحركاته، والعديد من الأعداء الأقوياء يعرفون أن قوته الجديدة قد تساوي تهديدا حقيقيا لهم. يبدأ تشو يوان في التحضير لخوض معركة حاسمة.
شرطة. تتجه أنظار جيوش من الممالك المجاورة إلى مملكة تيشو، حيث يعرفون الآن أن الأمير تيشو يوان قد اكتسب قوة كبيرة. هذه القوة تجعلهم يشعرون بالتهديد، لذا يبدأون في حشد الجيوش لتحجيم تيشو يوان ووقف تقدمه. تزداد التوترات بين الممالك، ويعلم الجميع أن معركة وشيكة ستحدث قريبا. قائد الجيش المعادي يقول بخبث: إنه الأمير الذي أصبح أقوى من أي وقت مضى. لا يمكننا السماح له أن يزداد قوة، يجب أن نوقفه قبل أن يصبح تهديدا حقيقيا. تشو يوان يشعر بمسؤولية أكبر الآن. رغم أنه أصبح قويا، إلا أن عيون العديد من الأعداء تلاحقه، وهذه بداية تهديدات كبيرة. يبدأ في التخطيط لكيفية التصدي لهذه التهديدات. يجتمع مع معلمه شيونغ ورفاقه لاستراتيجيات الدفاع عن المملكة. تيشو يوان يقول بحزم: الأعداء يقتربون، وعلي أن أكون مستعدا. هذه المملكة في خطر، ولن أسمح لهم بالاستيلاء عليها. يشرع تشو يوان في وضع خطة دفاعية بالتعاون مع الجنرالات المحليين، حيث يدرس كل خياراته ويضع استراتيجيات لملاقاة الأعداء في المعركة القادمة. يشعر بالإصرار، ويعرف أن هذه هي اللحظة التي سيختبر فيها قوته الحقيقية. أحد الجنرالات يقول: إذا حاولوا الهجوم، سنكون جاهزين. قوتك الجديدة ستحدث الفرق. شرطة. تيشو يوان يواصل تدريباته المكثفة من أجل مواجهة الأعداء. يقضي ساعات في تحسين تقنياته الروحية والقتالية، مستخدما طاقته المكتسبة من البلورة الروحية لتعزيز قدرته بشكل غير مسبوق. يشعر أن هذه هي اللحظة التي سيتحمل فيها مسؤولية المملكة كاملة. تشو يوان يردد لنفسه: إذا لم أكن مستعدا الآن، فسأفقد كل شيء. يجب أن أكون أقوى من أي وقت مضى. بعد أيام من التحضير، تبدأ المعركة الأولى مع القوات المتقدمة للأعداء. تشهد المملكة لأول مرة قوة تشو يوان الحقيقية وهو يقاتل على أرض الواقع ضد الأعداء الذين يريدون تدمير المملكة. يستخدم تقنيات قتالية مبتكرة ويشحن قوته الروحية لملاقاة أكبر التهديدات. تشو يوان في المعركة: لن تلمسوا أرضنا. سأسحق كل من يعترض طريقي. رغم أن الأعداء كانوا أقوياء، يتمكن تشو يوان من هزيمة العديد منهم باستخدام استراتيجياته القتالية المتقنة وتقنياته الروحية القوية. المعركة تظهر قفزة كبيرة في قوته، وهو ما يدهش الأعداء الذين يبدأون في التراجع. قائد العدو يصرخ في غيظ: كيف يمكن لهذا الأمير الشاب أن يكون بهذه القوة؟ هذا يفوق توقعاتنا. شرطة. تشو يوان يدرك أن المواجهات القادمة ستكون الأصعب. بالرغم من انتصاره على الأعداء في المعركة السابقة، إلا أنه يعلم أن المعركة ضد اللعنة التي تسيطر على المملكة هي المعركة الحاسمة. يواصل تدريباته لتحسين تحكمه في القوة الروحية التي اكتسبها. المعلم شيونغ يقول له: اللعنة ليست شيء يمكن التغلب عليه بسهولة. يجب أن تحكم سيطرتك على طاقتك بالكامل قبل أن تواجهها مباشرة. بخلاف التدريب الجسدي، شو يوان يبدأ في إعداد نفسه عقليا وروحيا للمواجهة الكبرى. يدرك أن التصدي للعنة يتطلب أكثر من القوة الجسدية، بل يحتاج إلى تركيز شديد على السيطرة الداخلية. يبدأ في تعلم تقنيات التأمل العميق لتعزيز قوته الروحية والتغلب على الخوف الداخلي. تيشو يوان يحدث نفسه بجدية: يجب أن أتحكم في كل جزء من طاقتي. إذا كنت سأكسر اللعنة، يجب أن أكون هادئا وقويا من الداخل. أخيرا، شو يوان يتخذ قرارا مصيريا: الآن حان الوقت لمواجهة اللعنة في قلب الجبال المظلمة حيث يقال أن طاقتها السلبية تتركز. يذهب مع أصدقائه ومعلمه شيونغ في رحلة جديدة، مستعدا للمواجهة النهائية.
تشو يوان يقول بحزم: سأكسر هذه اللعنة وأحمي مملكتي. هذه هي اللحظة التي ننتظرها جميعا. بعد اتخاذ قراره بملاقاة اللعنة في قلب الجبال المظلمة، يبدأ تشو يوان مع أصدقائه ومعلمه شيونغ في رحلتهم الجديدة. تلك الجبال التي يقال إنها ملاذ للطاقة السلبية واللعنات القديمة. طريقهم محفوف بالمخاطر والتحديات التي تتطلب استراتيجيات دقيقة. تيشو يوان يعلم أنه يجب أن يكون مستعدا تماما لمواجهة أقوى قوى الظلام. تشو يوان وهو يلتفت لأصدقائه: هذه الرحلة ليست سهلة، لكن علينا أن نواجهها معا. هذه اللعنة يجب أن تنكسر الآن. أثناء تقدمهم في الطريق نحو قلب الجبال، يصادف تشو يوان وأصدقاؤه مخلوقات مظلمة غريبة تتغذى على الطاقة السلبية. هذه المخلوقات شديدة القوة، وتهدد حياتهم بشكل جد. يضطر تشو يوان لاستخدام كل قدراته الجديدة لمواجهة هذه المخلوقات التي لا تظهر أي رحمة. أحد المخلوقات يهدر في وجههم: لقد دخلتم إلى أرضنا، لن تخرجوا أحياء. تيشو يوان يتنقل بين الهجوم والدفاع باستخدام تقنيات الطاقة الروحية التي اكتسبها من البلورة. يتمكن من هزيمة العديد من المخلوقات بفضل قوة عزيمته وقوة الطاقة التي يديرها بحذر. رغم أن القتال كان صعبا، إلا أن الأصدقاء يثبتون قوتهم بالوحدة والعمل الجماعي. شو يوان وهو يقاتل بشراسة: لن نسمح لكم بعرقلتنا، يجب أن نواصل طريقنا. شرطة. بعد أن اجتازوا العديد من المعارك، يصل تشو يوان وأصدقاؤه إلى قلب الجبال المظلمة، حيث يلتقون أخيرا بالقوة الأصلية للعنة. هناك، تكتشف تشو يوان أن اللعنة ليست مجرد قوة مظلمة، بل كائن قديم، وكأنها طاقة شريرة قديمة تحاول تدمير كل ما هو جيد في العالم. في تلك اللحظة، يدرك تشو يوان أن ما يواجهه أكبر بكثير مما تخيله. اللعنة تتحدث بصوت عميق ومظلم: أنت لا تعرف شيئا عن الظلام الذي يسكن هذا العالم، كيف يمكن لأمثالك أن يقاوموا قوتي؟ تيشو يوان يحاول السيطرة على قواه الروحية في لحظة من التوتر الشديد. المعركة القادمة ستكون معركة حياة أو موت، حيث لن يكون هناك مجال للخطأ. إشيونغ ينصحه بأن يستخدم كل ما تعلمه خلال رحلته، وألا يستخف بقوة العدو. المعلم شيونغ يحذره: إن اللعنة قديمة جدا، وقوتها تتجاوز ما نعرفه. ولكنك إذا استخدمت كل ما اكتسبته من قوة، يمكن أن تجد نقطة ضعفها. يبدأ تشو يوان في الهجوم باستخدام تقنياته القتالية المتطورة وأقوى طاقاته الروحية، بينما تتفاعل اللعنة معه بشكل غير متوقع. تشعر اللعنة بتهديد حقيقي، وتستجيب لها بقوة غير عادية. المواجهة تصبح شديدة، حيث يراوغ تشو يوان ضربات اللعنة ويعزز من قوته بتقنيات روحية معقدة. تشو يوان وهو يهاجم بقوة: لقد كبرت بما يكفي لمواجهتك، ولن أسمح لك بتدمير كل ما أحب. على الرغم من صعوبة المعركة ضد اللعنة، تشو يوان يواصل الهجوم بشجاعة وبتركيز عال. يبدأ في استخدام كل جزء من طاقته الروحية في هجوم متواصل، محاولا كسر الحواجز التي وضعها الكائن المظلم. في تلك اللحظة، يظهر أن هناك نقطة ضعف في القوة السلبية للعنة، وهي عندما تندمج طاقة تشو يوان مع الإرادة القوية التي اكتسبها خلال رحلته. تشو يوان يهتف بقوة: سأكسر هذا الظلام. قوتي الآن أكبر من أي وقت مضى. بعد معركة مريرة، يتمكن تشو يوان من كسر الطاقة السلبية للعنة، وتفجر طاقة هائلة تنقض على الكائن المظلم وتبدده تماما. في تلك اللحظة، يشعر تشو يوان بفرحة كبيرة، حيث تنكسر اللعنة أخيرا، وتنطلق طاقة إيجابية تحيط به.
يظهر السماء أكثر إشراقًا بعد القضاء على الظلام الذي كان يسيطر على المملكة. اللعنة تنهار بصوت مبحوح: أنت! لقد هزمتني. بعد الانتصار الكبير، يعود تشو يوان إلى مملكته، حيث يستقبله الشعب كالبطل. يحتفل بنجاحه الكبير في القضاء على اللعنة، وتبدأ المملكة في الشفاء من تأثيراتها السلبية. تشو يوان يشعر بالفخر لما حققه، ولكنه يعرف أن طريقه لا يزال طويلاً. ومع ذلك، هو الآن أقوى، وأكثر استعدادًا لمواجهة أي تحديات جديدة قد تظهر في المستقبل. شو يوان وهو يتحدث مع أصدقائه: لقد كانت رحلة طويلة وصعبة، ولكننا فعلناها. الآن، يمكننا أن نبني مستقبلًا أفضل. رغم الانتصار على اللعنة، يبدأ تشو يوان في الشعور بوجود تهديدات جديدة تلوح في الأفق. هناك قوى شريرة أخرى لا تزال موجودة في الظلام، وتحاول التسلل إلى المملكة. تيشو يوان يدرك أن دوره كحامي للمملكة لم ينتهي بعد. أحد المستشارين يقول بقلق: هناك إشارات على أن الشر لم ينتهي بعد. يجب أن نكون حذرين، فالقوى التي هزمناها ليست الوحيدة التي تهددنا. تيشو يوان يبدأ التحضير للمرحلة التالية من رحلته. على الرغم من الانتصار، إلا أن التهديدات الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يبدأ في تجميع تحالفات مع الممالك الأخرى ويخطط للمرحلة القادمة بحذر. تيشو يوان مع أصدقائه: الظلام لن يتوقف هنا، ولكنني سأكون مستعدا للمواجهات القادمة. المملكة ستكون في أيد أمينة. ينتهي الفصل بتلميح إلى أن تشو يوان أصبح أكثر نضجًا واستعدادًا لمواجهة أي تحديات في المستقبل. مع قوته الجديدة وعقليته المتقدمة، يدخل فصلًا جديدًا في حياته، مليئًا بالمغامرات والتحديات التي قد تغير مصير المملكة إلى الأبد. بعد أن قطع يوان زون شوطًا طويلًا في رحلته لتطوير قوته، تبدأ أحداث الفصل 18 بعودته إلى عشيرته. هنا، يتضح أن عشيرة تشو ما زالت تعاني من تأثيرات هزيمتها السابقة أمام عشيرة وو، حيث تعيش في ظل الخوف من المواجهات المستقبلية. يوان زون يلاحظ هذا الضعف الداخلي، ولكنه يبقي خططه سرية في الوقت الحالي، مركزًا على بناء قوته وتوسيع معرفته بطرق الطاقة الروحية. خلال الفصل 18، يلتقي يوان زون بشخصية جديدة تدعى يي شيويه، وهي فتاة تتميز بمهاراتها العالية في التحكم بالطاقة الروحية. يي شيويه تظهر موقفًا قويًا وشخصية غامضة، لكنها تعترف بقدرات يوان زون بعد أن ترى عزيمته وإصراره. تقدم له نصائح حول كيفية تطوير سيطرته على الطاقة الروحية بطرق أكثر تعقيدًا. تتركز هذه النصائح على تعزيز الروابط بين النقاط الروحية الداخلية، وهي تقنية متقدمة تسمح للمقاتل بزيادة كفاءته في استخدام قوته. في نفس الوقت، يصل خبر إلى عشيرة تشو بأن عشيرة تخطط لعقد اختبار الحلبة، وهو تحد كبير يتمثل في مبارزات بين ممثلي العشائر المختلفة. هذا الاختبار يعد وسيلة لإظهار القوة والسيطرة، ويجبر عشيرة تشو على إرسال أحد أفرادها للتمثيل. يوان زون يتطوع للانضمام إلى هذا التحدي، رغم اعتراض بعض كبار العشيرة الذين يرون أن مشاركته قد تكون مخاطرة كبيرة. في الفصل 19، يبدأ يوان زون الاستعداد لهذا التحدي. يستغل كل ما تعلمه من معلمه تشو تشينغ، ويركز على تحسين تدفق الطاقة الروحية في جسده. خلال تدريبه، يواجه يوان زون عقبات متعددة، بما في ذلك خلل في توازن الطاقة بين نقاطه الروحية. هذا الخلل يهدد استقراره، ولكنه يتمكن من التغلب عليه باستخدام تقنية خاصة علمها له معلمه سابقا. تظهر بعض مشاهد الفصل 19 تطور يوان زون من الناحية الجسدية والنفسية،
حيث يزداد ثقته بنفسه ويصبح أكثر تركيزًا على هدفه الرئيسي. في النهاية، نرى لحظة حاسمة عندما يصعد يوان زون إلى الحلبة لمواجهة أحد أبرز مقاتلي عشيرة وو. ينتهي الفصل بلقطة توحي بأن المعركة ستكون عنيفة، حيث يظهر خصمه بمهارات عالية ومستوى متقدم من القوة الروحية، مما يضع يوان زون أمام اختبار حقيقي لقدراته الجديدة. تبدأ أحداث الفصل 20 مباشرة بعد صعود يوان زون إلى الحلبة لمواجهة أحد أبرز مقاتلي عشيرة وو. الخصم يدعى هو، وهو مقاتل ذو خبرة يتمتع بمهارات عالية في استخدام الطاقة الروحية، إضافة إلى ثقته الكبيرة بنفسه. هو يبدأ القتال بهجوم قوي ومباشر مستخدما تقنياته المتقدمة في إطلاق الطاقة الروحية، مما يضع يوان زون في موقف دفاعي في البداية. رغم الهجوم المكثف، يظل يوان زون هادئا ويعتمد على مرونته في الحركة وتفوقه في قراءة تحركات خصمه. في أثناء القتال، يكشف يوان زون عن إحدى تقنياته الجديدة التي طورها خلال تدريبه، وهي تقنية تعرف باسم الدرع الروحي المتغير. هذه التقنية تتيح له امتصاص جزء من الهجمات وتحويلها إلى طاقة تعزز هجماته المضادة. استخدام هذه التقنية يصدم هو ويجعل الجمهور يشكك في قدرته على التغلب على يوان زون. مع تقدم القتال، يبدأ يوان زون في استغلال نقاط ضعف وهو يتمكن من تحليل استراتيجياته بسرعة، ويطلق هجمة مفاجئة باستخدام مهارته في تكوين الرماح الروحية. رماحه ليست فقط قوية، بل تتمتع بدقة شديدة، ما يجعل من الصعب على خصمه التصدي لها. بعد عدة محاولات دفاعية فاشلة، يجبر هو على التراجع، ويستغل يوان زون الفرصة لتوجيه ضربة حاسمة تنهي القتال لصالحه. في الفصل 21، يظهر بوضوح أن انتصار يوان زون ليس مجرد فوز في معركة، بل هو إعلان عن قوته المتجددة أمام الجميع. هذا الانتصار يثير حفيظة عشيرة وو، خصوصا كبارهم الذين يرون فيه تهديدا مستقبليا. يبدأون في التخطيط للتخلص من يوان زون بطرق غير مباشرة. في نفس الوقت، يوان زون لا يضيع وقته، إذ يستغل الفرصة لاكتساب الحلفاء. يظهر شخصية جديدة تدعى ليو يان، وهي عضوة في عشيرة محايدة. ليو يان تبدي إعجابها بأداء يوان زون في الحلبة وتعرض عليه تحالفا سريا. هذا التحالف يمكن أن يكون ورقة رابحة ليوان زون في صراعه مع عشيرة. تنتهي أحداث الفصل 21 عندما يتلقى يوان زون رسالة سرية تحمل تحذيرا من خطة وشيكة لعشيرة للإطاحة به، ما يشير إلى أن التحديات القادمة ستكون أشد خطورة. في هذه اللحظة، يدرك يوان زون أن عليه الاستعداد لمواجهة أكبر بكثير من مجرد قتال في الحلبة. في الفصل 22، تبدأ الأحداث بعد انتصار يوان زون في الحلبة، حيث يصبح محور اهتمام الجميع. هذا الفوز لم يكن مجرد إثبات لقوته، بل رسالة قوية لكل من يشكك في قدرته على النهوض مجددا. ومع ذلك، لم يكن هذا النصر دون عواقب. عشيرة وو تبدأ في اتخاذ خطوات خفية للتخلص من تهديد يوان زون، ويدخل أفرادها في نقاشات حول كيفية الإطاحة به. تظهر الأحداث أيضا جانبا جديدا من شخصية يوان زون، حيث يصبح أكثر حذرا وذكاء في التعامل مع خصومه. خلال هذا الفصل، يتلقى رسالة سرية تحذره من كمين تخطط له عشيرة وو. الرسالة مجهولة المصدر، لكنها تشير إلى أن هناك من داخل عشيرة وو يعارض مخططاتهم ويرغب في مساعدة يوان زون. على الجانب الآخر، يقرر يوان زون تعزيز تحالفاته مع العشائر الأخرى. يتواصل مع ليو يان، التي تظهر استعدادها لتقديم الدعم له، شرط أن يثبت جدارته في مواجهة التحديات القادمة.
هذا الحوار بينهما يكشف عن أهمية التحالفات السياسية في هذا العالم، حيث القوة وحدها لا تكفي. في الفصل 23 يبدأ يوان زون في التحضير لمواجهة الكمين المتوقع. يعتمد على معرفته المتزايدة بالطاقة الروحية لتطوير تقنية جديدة تسمى المصفوفة الروحية العاكسة. هذه التقنية تتيح له إنشاء مجال دفاعي قوي يمكنه عكس هجمات الخصوم. التدريب على هذه التقنية يتطلب جهدا هائلا وتركيزا شديدا، لكن يوان زون يظهر تصميما لا يتزعزع. تنتقل الأحداث لاحقا إلى لحظة وقوع الكمين. يقرر يوان زون أن يواجه التهديد وجها لوجه بدلا من الهروب. يظهر أفراد عشيرة بقيادة مقاتل قوي يدعى ووشين، الذي يعد من أبرز مستخدمي الطاقة الروحية في العشيرة. ووشين يعتمد على أسلوب قتالي شرس يتميز بالقوة المباشرة، محاولا سحق يوان زون بسرعة. لكن يوان زون يفاجئ الجميع بمهارته الجديدة. يستخدم المصفوفة الروحية العاكسة بكفاءة عالية، مما يتسبب في ارتداد هجمات ووشين عليه. تتغير المعركة لصالح يوان زون، الذي يستغل هذه الفرصة لتنفيذ هجوم مضاد قوي، مستخدما تقنيته الخاصة بالرماح الروحية. في نهاية الفصل 23 ينجح يوان زون في التغلب على الكمين وهزيمة ووشين، لكن المواجهة تنتهي بتحذير أخير من أحد رجال عشيرة واو: هذه مجرد البداية. القادم سيكون أصعب بكثير. هذه العبارة تترك القارئ في حالة من الترقب لما سيحدث في الفصول القادمة. في الفصل 24 تبدأ الأحداث بعد انتصار يوان زون في مواجهة الكمين الذي نصبته عشيرته. رغم الفوز، يدرك يوان زون أن عشيرة واو لن تتوقف عند هذا الحد، ويقرر تكثيف تدريبه لتحضير نفسه للصراعات القادمة. في هذا السياق، يتلقى دعوة لحضور احتفال اختيار المواهب، الذي تنظمه عشيرة تسانغ، وهي واحدة من أقوى العشائر في المنطقة. هذا الاحتفال يعتبر فرصة لتكوين تحالفات جديدة واستعراض القوى بين العشائر. خلال التحضير للاحتفال، يركز يوان زون على تحسين تقنياته القتالية. يقرر تطوير أسلوب جديد يعتمد على الجمع بين مهارته في الرماح الروحية وتقنية المصفوفة الروحية العاكسة، التي أتقنها حديثا. أثناء التدريب، يواجه صعوبات كبيرة في التوفيق بين القوتين، لكن إرادته وتصميمه يقودانه إلى اكتشاف طريقة لدمجهما، مما يمنحه قوة هجومية ودفاعية استثنائية. عندما يصل يوان زون إلى الاحتفال في الفصل 25، يفاجأ بمستوى التنافس بين المشاركين. عشيرة تسانغ تظهر قوتها من خلال تقديم أبرز مواهبها في استعراضات مذهلة للطاقة الروحية. في هذه الأثناء، يلتقي يوان زون بشخصية جديدة تدعى تسانغ لينغ، وهو وريث عشيرة تسانغ. تسانغ لينغ يتعامل مع يوان زون باحترام، لكنه يظهر شكوكا في قدرته على الصمود في هذا العالم القاسي. تتطور الأحداث عندما تعلن عشيرة تسانغ عن تحد مفاجئ للحاضرين. التحدي يتمثل في عبور ميدان الطاقة المتغيرة، وهو مكان مليء بالعقبات الروحية التي تختبر قدرة المشاركين على التحكم بالطاقة الروحية والبقاء تحت ضغط هائل. يدخل يوان زون الميدان إلى جانب نخبة من المقاتلين. في البداية، تبدو العقبات الروحية مرهقة للغاية، حيث تتطلب سرعة بديهة وتحكما دقيقا بالطاقة. يستخدم يوان زون مهاراته الجديدة لمواجهة التحديات، لكن الأمور تصبح أكثر تعقيدا عندما تظهر في منتصف الميدان مخلوقات روحية عدوانية تهاجم المشاركين. في نهاية الفصل 25، يظهر يوان زون براعة مذهلة في التعامل مع المخلوقات الروحية، حيث يستخدم تقنيته الجديدة لخلق رماح عاكسة، وهي هجمات تعكس ضربات المخلوقات وتضاعف قوتها ضدها.
بينما يتقدم في الميدان، تراقبه تسان غولينغ عن كثب، معبرة عن إعجابها بقدراته، لكنه ينتهي الفصل بلحظة توتر عندما يظهر خصم جديد أمام يوان زون، يحمل قوة استثنائية، مما يمهد الطريق لمواجهة ملحمية في الفصل القادم. في الفصل 26، يستمر يوان زون في التقدم داخل ميدان الطاقة المتغيرة، حيث يواجه خصما جديدا وقويا يدعى مويانغ، وهو أحد نخبة المقاتلين المشاركين في التحدي. مويانغ يتمتع بمهارات قتالية متقدمة، ويظهر سيطرة قوية على الطاقة الروحية، ما يجعله خصما لا يستهان به. تبدأ المعركة بين يوان زون ومويانغ بتبادل هجمات سريعة وعنيفة. مويانغ يعتمد على أسلوب هجوم يعتمد على ضربات سريعة ودقيقة باستخدام تقنيته الفريدة، السهام الروحية النارية، وهي طاقة مكثفة تأخذ شكل سهام نارية يمكنها اختراق الدفاعات بسهولة. من جهته، يستغل يوان زون مهاراته المكتسبة حديثا، وخاصة تقنية الرماح العاكسة، للتصدي لهجمات مويانغ والرد عليها بقوة مضاعفة. رغم تفوق مويانغ في البداية، يظهر يوان زون مرونة استثنائية وقدرة على التكيف مع أسلوب خصمه. أثناء القتال، يكتشف يوان زون نقطة ضعف في تقنية مويانغ، حيث تتطلب السهام النارية وقتا قصيرا لشحنها قبل الإطلاق. يستغل يوان زون هذا الوقت لإطلاق سلسلة من الهجمات المتتالية باستخدام الرماح الروحية، ما يجبر مويانغ على التراجع. في الفصل 27، تصل المعركة إلى ذروتها عندما يقرر مويانغ استخدام قوته الكاملة. يطلق هجوما مدمرا يدعى الانفجار الناري، وهو تقنية تجمع بين جميع طاقته الروحية في هجمة واحدة شديدة التدمير. الهجوم يخلق انفجارا ضخما يهدد بإخراج يوان زون من الميدان. لكن يوان زون يستجيب لهذا التحدي باستخدام تقنية جديدة تماما كان يطورها خلال التدريب، وهي درع التنين الروحي. هذه التقنية تحيط بجسمه بطبقة متغيرة من الطاقة الروحية على شكل تنين، تعمل كدرع هجوم ودفاعي في نفس الوقت. يصد الدرع الانفجار الناري، بينما ينطلق يوان زون في هجوم مضاد حاسم، مستخدما قوته القصوى لتوجيه ضربة مدمرة تطيح بمويانغ. بعد انتهاء المعركة، يحصل يوان زون على احترام الحاضرين، خاصة تسان غولينغ، التي تعبر عن إعجابها بقدرته. في هذه الأثناء، يلاحظ يوان زون أن ميدان الطاقة المتغيرة بدأ يكشف عن أسرار جديدة. تظهر فجأة بوابة روحية في نهاية الميدان، تشع بطاقة غامضة يقال إنها تقود إلى مكان يحمل قوة قديمة. ينتهي الفصل 27 بقرار يوان زون متابعة الطريق نحو البوابة، رغم المخاطر المجهولة التي تنتظره. يظهر تصميمه على الاستمرار في رحلته لتحقيق الانتقام واستعادة مجد عشيرته، بينما يراقبه أعداؤه من بعيد ويخططون للخطوة التالية. في الفصل 28، يتقدم يوان زون نحو البوابة الروحية التي ظهرت في نهاية ميدان الطاقة المتغيرة. بينما يتجهز لدخولها، يدرك أن هذه البوابة ليست عادية، فهي مشبعة بطاقات قديمة وغير مستقرة. يحذر البعض من محاولة العبور، حيث يقال إن أولئك الذين دخلوا من قبل إما فقدوا حياتهم أو خرجوا وهم يحملون قوى خارقة، لكن بثمن باهظ. على الرغم من المخاطر، يقرر يوان زون المضي قدما، مدفوعا برغبته في تحسين قدرته ومواجهة التحديات القادمة. يدخل البوابة، وتبدأ البيئة من حوله بالتغير بشكل جذري. يجد نفسه في مكان غريب يعرف باسم عالم الأحجار الروحية، وهو عالم مليء بالطاقة المكثفة والكائنات الروحية العدوانية التي تحرسه. يبدأ يوان زون في استكشاف هذا العالم، حيث يكتشف بسرعة أن المكان مليء بالفرص. يعثر على شظايا من
أحجار الطاقة القديمة، وهي مواد نادرة يمكنها تعزيز النقاط الروحية في جسده بشكل كبير. خلال بحثه، يواجه هجوما مفاجئا من مخلوقات روحية على شكل ذئاب طيفية. هذه المخلوقات تتميز بالسرعة والقدرة على إخفاء وجودها، مما يجعل المعركة معها صعبة. يعتمد يوان زون على مهاراته في قراءة التحركات واستخدام درع التنين الروحي لصد الهجمات، بينما يهاجم بدقة باستخدام تقنيته الرماح العاكسة. بعد معركة شرسة، يتمكن من القضاء على الذئاب وجمع شظايا إضافية من الأحجار الروحية. في الفصل 29، يكتشف يوان زون منطقة مركزية داخل هذا العالم الروحي تعرف باسم نقطة التجمع الروحي. هذه المنطقة مليئة بالطاقة النقية، وهي موقع يقال إنه يحتوي على قلب الأحجار الروحية، وهي جوهرة يمكنها تعزيز قدرات من يحصل عليها بشكل هائل. لكن الوصول إليها ليس سهلاً، حيث يحرسها مخلوق روحي قوي يدعى التنين الحجري. التنين الحجري مخلوق ضخم يتمتع بقدرة هائلة على التحكم بالطاقة الروحية من الأحجار المحيطة. يبدأ يوان زون في مواجهة هذا الوحش، لكن سرعان ما يدرك أن قوته الهجومية المعتادة غير كافية للتعامل مع دفاعات التنين المتينة. يضطر يوان زون إلى استخدام استراتيجية مختلفة. بدلاً من الهجوم المباشر، يستغل البيئة المحيطة والتفاعل بين الأحجار الروحية لتضخيم تقنياته. يبتكر خطة تعتمد على استنزاف طاقة التنين ببطء عن طريق استهداف النقاط التي تغذي قوته. تصل المعركة إلى ذروتها عندما ينجح يوان زون في تفجير إحدى الأحجار الروحية الكبيرة، مما يضعف التنين بشكل كبير. يستغل الفرصة لتنفيذ هجوم نهائي باستخدام رمح روح مكثف، يتمكن به من القضاء على الوحش. بعد المعركة، يحصل يوان زون على قلب الأحجار الروحية، وهو كنز نادر سيعزز بشكل كبير من قوته الروحية. ينتهي الفصل 29 بإشارة إلى أن هناك عيونا تراقبه من بعيد، مما يلمح إلى وجود تهديد جديد يترصد له في المستقبل القريب. يبدأ الفصل 30 بعد أن حصل يوان زون على قلب الأحجار الروحية. يشعر بتدفق هائل للطاقة داخل جسده أثناء اندماج هذا القلب مع نقاطه الروحية. عملية الاندماج تظهر قوة غير مسبوقة، لكنها مرهقة للغاية وتضع يوان زون تحت ضغط جسد كبير. رغم ذلك، ينجح في استيعاب الطاقة بشكل تدريجي، مما يعزز قوة نقاطه الروحية ويزيد من قدرته على التحكم بها. خلال استراحته بعد المعركة، يظهر شخص غامض من بين الظلال. هذا الشخص يدعى تشينغ يان، وهو أحد الأفراد الذين كانوا يراقبون يوان زون طوال رحلته داخل عالم الأحجار الروحية. تشينغ يان يكشف أنه ينتمي إلى عشيرة قوية ذات نفوذ، لكنه جاء هنا بهدف شخصي: اختبار قوة يوان زون. يتحدث تشينغ يان مع يوان زون بأسلوب يجمع بين الاحترام والتحدي، مشيرا إلى أن حصول يوان زون على قلب الأحجار الروحية ليس سوى البداية، وأن هناك أسرارا أكبر داخل هذا العالم لم يتم اكتشافها بعد. لكنه في الوقت نفسه يتحداه لمعركة لإثبات جدارته بالحصول على هذا الكنز. تبدأ المعركة بين يوان زون وتشينغ يان في أجواء متوترة. تشينغ يان يستخدم أسلوبا قتاليا يعتمد على مهارات دقيقة وسرعة استثنائية، حيث يظهر قدرته على التحكم بالطاقة الروحية بطرق لم يشهدها يوان زون من قبل. تشينغ يان يمتلك تقنية خاصة تدعى الأنصال الروحية الشبحية، وهي عبارة عن شفرات غير مرئية تهاجم الخصم من زوايا متعددة في نفس الوقت. في البداية، يجد يوان زون صعوبة في مواجهة هذه التقنية، حيث تصيبه عدة ضربات تجعل وضعه يبدو ميؤوسا منه.
لكنه سرعان ما يدرك النمط في هجمات تشينغ يان ويستخدم تقنية درع التنين الروحي للدفاع، ثم يستغل معرفته بالبيئة المحيطة لتقليل قدرة خصمه على المناورة. ينتهي الفصل بلقطة حاسمة عندما يطلق يوان زون هجوما مشتركا بين الرماح العاكسة والطاقة المكتسبة من قلب الأحجار الروحية. الهجوم يفاجئ تشينغ يان ويضعه في موقف دفاعي، مما يمهد الطريق لانتصار يوان زون بعد أن يستمر القتال بين يوان زون وتشينغ يان في ذروته. بعد أن أطلق يوان زون هجومه باستخدام الرماح العاكسة والطاقة المكتسبة من قلب الأحجار الروحية، يفاجأ تشينغ يان بالقوة الهائلة للهجوم. رغم ذلك، يظهر تشينغ يان مهارات دفاعية متقدمة، حيث يستخدم تقنية تعرف باسم الحاجز الروحي المتعدد، والتي تمكنه من إنشاء عدة طبقات من الدفاعات المتداخلة. يتبادل الاثنان الهجمات بوتيرة متسارعة، مما يبرز قدرتهما الاستثنائية. يظهر تشينغ يان ثباتا وذكاء قتاليا من خلال تغيير استراتيجيته بشكل متكرر. يطلق هجوما جديدا يسمى أمصال الظلال المزدوجة، وهي شفرات روحية تتبع خصمها حتى تصيبه. يجد يوان زون نفسه في موقف صعب، لكنه يعتمد على مرونته في الحركة وتقنياته الدفاعية لإبطال تأثير الهجوم. مع تقدم المعركة، يدرك يوان زون أنه بحاجة إلى إنهاء القتال بسرعة قبل أن يستنزف تماما. يقرر استخدام تقنية جديدة استوحاها أثناء اندماجه مع قلب الأحجار الروحية، وهي الرمح الروحي المتفجر. يجمع طاقته بالكامل في رمح واحد مضغط، ثم يطلقه نحو تشينغ يان في هجوم مدمر. الهجوم يحطم حاجز تشينغ يان الدفاع ويصيبه بجروح بالغة، مما يجبره على الاعتراف بقوة يوان زون. بدلاً من مواصلة القتال، يتوقف تشينغ يان ويعترف بخسارته، معبراً عن احترامه ليوان زون. يكشف تشينغ يان أن المعركة لم تكن بدافع العداء، بل كانت اختباراً لقوة يوان زون وإثباتاً لقدرته على مواجهة التحديات القادمة. بعد المعركة، يقدم تشينغ يان معلومات قيمة عن عالم الأحجار الروحية. يخبر يوان زون عن وجود اللب الروحي القديم، وهو كنز أقوى بكثير من قلب الأحجار الروحية، مدفون في أعماق هذا العالم. لكن الحصول عليه يتطلب مواجهة حراس أقوى بكثير من التنين الحجري الذي واجهه يوان زون سابقا. ينتهي الفصل بمشهد يظهر فيه يوان زون وهو يتخذ قرارا بالمضي قدما لاستكشاف أعماق العالم الروحي، بينما يراقبه أعداؤه من بعيد، يخططون لتحركاتهم. بعد انتهاء معركته مع تشينغ يان، يواصل يوان زون التقدم داخل عالم الأحجار الروحية، مدفوعا برغبته في اكتشاف اللب الروحي القديم. البيئة تصبح أكثر عدوانية كلما اقترب من الأعماق، حيث تبدأ طاقات غريبة بالتجمع حوله، مما يزيد من صعوبة الحركة. أثناء تقدمه، يلاحظ يوان زون وجود أعمدة حجرية عملاقة تحيط بمساره. هذه الأعمدة تطلق طاقة روحية غير مستقرة، تهاجم أي كائن يقترب منها. يدرك يوان زون أنها تشكل نوعا من الآليات الدفاعية لحماية الكنز المخبأ. باستخدام مهاراته، يحاول التقدم بحذر، مستغلا قدرته على تحليل مسارات الطاقة لتجنب الهجمات المباشرة. مع اقترابه من مركز المنطقة، يواجه يوان زون خصما جديدا، وهو كائن روحي ضخم يدعى حارس الظلال. هذا الكائن يبدو أنه مزيج بين مخلوق روحاني وتمثال حجر عملاق، ويمتلك قدرات مذهلة في التحكم بالطاقة الروحية. يبدأ القتال بينهما بشكل عنيف، حيث يستخدم حارس الظلال هجمات واسعة النطاق، تصعب على يوان زون الاقتراب منه. يلاحظ يوان زون أن حركات الحارس تبدو ثقيلة وبطيئة، رغم قوته الهائلة. يقرر استخدام هذه النقطة لصالحه، حيث يركز على المناورة السريعة والهجوم من زوايا غير متوقعة.
أثناء المعركة، يجرب يوان زون تقنية جديدة تعتمد على طاقة قلب الأحجار الروحية، وهي انفجار النقاط الروحية. تتيح له هذه التقنية إطلاق موجات مركزة من الطاقة الروحية تسبب أضرارا كبيرة في وقت قصير. بعد معركة شاقة، ينجح يوان زون في التغلب على حارس الظلال بتوجيه ضربة قاضية باستخدام تقنية الرمح الروحي المتفجر. ومع سقوط الحارس، تنفتح بوابة ضخمة في مركز الأعمدة الحجرية تشير إلى مكان اللب الروحي القديم. ينتهي الفصل بمشهد يظهر يوان زون وهو يقترب من البوابة بخطوات حذرة، مدركا أن ما ينتظره خلفها قد يكون أعظم تحد واجهه حتى الآن. في الوقت ذاته، يظهر ظل شخصية غامضة تراقبه من بعيد، مما يلمح إلى خطر جديد قد يظهر قريبا. بعد دخول يوان زون من خلال البوابة الضخمة، يجد نفسه في غرفة هائلة مليئة بالطاقة الروحية النقية. في مركز الغرفة، يلاحظ جسما يشع ضوءا ذهبيا نابضا بالحياة. هذا الجسم هو اللب الروحي القديم، الكنز الذي سعى إليه. يدرك يوان زون على الفور أن هذه الطاقة يمكن أن تعزز نقاطه الروحية بشكل هائل، مما يجعله أقرب إلى مستواه المطلوب لمواجهة أعدائه. لكن قبل أن يتمكن من الاقتراب من اللب، يظهر كائن جديد لحمايته. هذا الكائن يدعى التنين الطيفي سماوي، وهو حارس اللب النهائي. التنين يبدو شفافا وكأنه مصنوع من ضوء وأطياف، لكنه يحمل قوة جبارة تجعله أخطر عدو واجهه يوان زون حتى الآن. يبدأ القتال على الفور. التنين يطلق موجات روحية شديدة القوة تسبب انفجارات في المكان، مما يجعل الأرضية غير مستقرة. يوان زون يدرك أن الهجمات المباشرة لن تجدي نفعا، فيعتمد على مهاراته في المناورة واستغلال البيئة المحيطة للهروب من الهجمات الضخمة. خلال القتال، يلاحظ يوان زون أن التنين يعتمد على نواة طاقية صغيرة في صدره تزوده بالقوة. يقرر التركيز على هذه النقطة، لكن الوصول إليها يتطلب اختراق موجات كثيفة من الطاقة الدفاعية التي ينشئها التنين. باستخدام تقنية انفجار النقاط الروحية التي طورها حديثا، يتمكن يوان زون من خلق فجوة مؤقتة في دفاعات التنين. يستغل الفرصة لإطلاق هجوم نهائي باستخدام الرمح الروحي المتفجر، مستهدفا نواة التنين بشكل مباشر. الضربة تصيب الهدف بدقة، مما يؤدي إلى تحطيم تنين بالكامل. بعد انتهاء المعركة، يقترب يوان زون من اللب الروحي القديم، ويبدأ في استيعاب طاقته. العملية ليست سهلة، حيث يشعر بألم هائل أثناء اندماج الطاقة مع نقاطه الروحية. رغم ذلك، ينجح في النهاية، مما يعزز قوته بشكل كبير ويحسن تحكمه في تقنياته. ينتهي الفصل بمشهد يظهر يوان زون وهو يقف بثقة أكبر بعد حصوله على اللب الروحي القديم. لكن في نفس الوقت، يظهر شخص غامض في مدخل الغرفة، مما يشير إلى أن تحديا جديدا ينتظر يوان زون قريبا. بعد أن استوعب يوان زون طاقة اللب الروحي القديم، يشعر بقوة هائلة تتدفق في جسده، مما يعزز نقاطه الروحية ويقوي قاعدته الأساسية. لكن اللحظة لا تدوم طويلا، إذ يظهر الشخص الغامض الذي كان يراقبه عند مدخل الغرفة. هذا الشخص يعرف نفسه باسم لي تشانغ، وهو فرد من عشيرة قوية تسيطر على مناطق واسعة في العالم الروحي. يكشف لي تشانغ أنه كان يتتبع يوان زون منذ دخوله إلى عالم الأحجار الروحية، وأن هدفه الرئيسي هو الحصول على اللب الروحي القديم. يعتبر لي تشانغ أن يوان زون دخيل لا يستحق هذا الكنز، ويقرر الاستيلاء عليه بالقوة. يبدأ القتال بينهما فورا. لي تشانغ يظهر مهارات قتالية متقدمة تبرز تفوقه في التحكم بالطاقة الروحية، حيث يستخدم تقنية تسمى سيوف الظل القاتلة، وهي عبارة عن شفرات غير مرئية تهاجم الخصم من جميع الاتجاهات.
رغم قوة لي تشانغ، يوان زون يظهر تطورا كبيرا بفضل الطاقة الجديدة التي اكتسبها. يفعل تقنية جديدة تدعى عاصفة التنين الروحي، وهي موجة هائلة من الطاقة الروحية تدمر الهجمات المحيطة وتدفع لي تشانغ إلى التراجع مؤقتا. لكن لي تشانغ لا يستسلم بسهولة. يطلق هجوما أقوى يسمى القبة السوداء، وهو مجال يغلق حركة الخصم بالكامل ويمنع تدفق الطاقة الروحية داخله. يجد يوان زون نفسه في موقف حرج داخل هذا المجال، حيث تتراجع قوته بشكل ملحوظ. في تلك اللحظة، يتذكر يوان زون تعليمات معلمه حول استخدام الطاقة الداخلية لتجاوز القيود. يركز طاقته بالكامل في نقطة واحدة ويطلق تقنية النقطة الروحية المتفجرة، مما يؤدي إلى كسر القبة السوداء وتحرير نفسه من الحصار. ينتهي القتال بضربة حاسمة من يوان زون باستخدام الرمح الروحي السماوي، حيث يوجه هجوما قويا يطيح باء لي تشانغ ويجبره على الانسحاب. بعد انتهاء المعركة، يدرك يوان زون أن انتصاره لم يكن فقط بفضل قوته الجديدة، بل أيضا بفضل إصراره واستراتيجيته. ينتهي الفصل بمشهد يظهر يوان زون وهو يستعد لمغادرة عالم لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة.